لو قلبك ضعيف بلاش تكمل الفيديو، عشان اللي هتسمعه النهاردة ممكن يفضل في دماغك أيام. دي قصة تجار الحمير في الصعيد اللي بيشتروا الحمير من الفلاحين بجنيهات ويبيعوها للجزارين، والجزارين يبيعوها للناس على إنها لحم بلدي، والناس تاكل وهي مش عارفة الحقيقة. ومن هنا خلوني أحكي لكم القصة. أنا اسمي سعيد، عندي 35 سنة ومن قرية صغيرة في الصعيد. كل يوم تقريبا كنت بعدي على ترعة القرية، وكان دايما في راجل واقف هناك، نفس المكان نفس الوقفة. راجل كبير في السن، لابس جلابية رمادي، وشه مليان تجاعيد، وعيونه كانت غريبة، زرقاء بطريقة مش مريحة. كان واقف زي التمثال، لا بيتكلم ولا بيتحرك ولا حتى شفته بياكل أو بيشرب. الناس في القرية كانوا بيحكوا عنه كلام كتير. واحد يقول كان فلاح غني وباع كل أرضه، والتاني يقول بيته اتهد وساب عياله ومشي. لكن أخطر كلام سمعته إنه كان تاجر حمير، وإن في أسرار في شغله محدش عايز يقرب منها. في يوم سألت راجل كبير من أهل البلد مين الراجل ده؟ بصلي كده بنظرة تقيلة وقال ده الحاج جابر، تاجر حمير. قلت له طيب والفلاحين يبيعوا حميرهم ليه؟ رد وقال عشان الفقر، الحمار بياكل والفلاح مش لاقي ياكل، فيبيعوا حتى لو بتمن قليل. رجعت البيت وحكيت لمراتي، سكتت شوية وبعدين قالت خليك في حالك، الراجل ده مش مريح وفي ناس بتقول عنده عين. الكلام دخل دماغي بس الفضول كان أقوى. تاني يوم قررت أمشي وراه. راح لبيت فلاح على طرف القرية. البيت حالته صعبة، والفلاح واقف ماسك حمار عجوز باين عليه التعب. بدأوا يفصلوا في السعر، وفي الآخر الحاج جابر اشترى الحمار بجنيهات قليلة جدا، حمله في عربية نقل سودة ومشي. أنا ركبت توك توك وفضلت ماشي وراه لحد ما وقف قدام محل جزارة في مدخل القرية. المحل شكله قديم وريحة الدم طالعة منه. الجزار خرج، بص على الحمار وبص للحاج جابر وابتسم ابتسامة غريبة. وقتها قلبي بدأ يدق بسرعة. قربت وسألته هو أنت هتعمل إيه بالحمار ده؟ بصلي وقال بصوت هادي وبارد هنتمحه ونبيع لحمه. قلت بس ده حمار. ابتسم وقال هيتباع على إنه لحم بلدي، والناس هتشتري وهتاكل ومحدش هيعرف. رجعت القرية وأنا مصدوم. حاولت أحكي للناس لكن كلهم ضحكوا عليا. أنت بتخرف، ده جزار محترم، إحنا بناكل من عنده بقالنا سنين. بعدها بأسبوع الفلاح اللي باع الحمار مات. قالوا سكتة قلبية، لكن اللي سمعته إنه مات من الندم. كان بيقول قبل ما يموت أنا بعت روحي بجنيهات. من اليوم ده وأنا حاسس إن في حد بيراقبني. الحاج جابر بقى بيقف قدام بيتي بالليل ساكت باصصلي. مراتي كانت مرعوبة وقالت لي كفاية كده، سيب الموضوع. بس أنا ما قدرتش. في ليلة قررت أدخل محل الجزارة. كان بيذبح، الدم على الأرض والريحة صعبة جدا، والكارثة كراتين مكتوب عليها لحم بلدي إنتاج اليوم. طلعت موبايلي وبدأت أصور كل حاجة، الذبح، التقطيع، التغليف. لكن فجأة الموبايل وقع من إيدي. الجزار بصلي وقال بصوت مرعب أنت اللي بتدور ورايا؟ وجري ورايا بالسطور. جريت بكل قوتي لحد ما وصلت البيت.
قفلت الباب وأنا بترعش. قلت لمراتي أنا صورت كل حاجة. تاني يوم رحت مباحث التموين، وريتهم الفيديو. الضابط قال الحالات دي موجودة وهنشتغل عليها. النهاردة الجزار في السجن والمحل اتقفل، لكن الحاج جابر اختفى. لحد دلوقتي لما بعدي على الترعة بحس إن في حد واقف هناك، بس لما ببص ما بلاقيش حد. العبرة مش كل اللي يتقال عليه لحم بلدي يبقى فعلا بلدي. خليك واعي وما تثقش بسهولة. في ناس بتكسب من وراك حتى لو على حساب صحتك، واللي يسكت عن الغلط بيبقى جزء منه. سؤال: لو كنت مكان سعيد كنت هتكمل وتفضح الحقيقة، ولا كنت هتسكت عشان تحمي نفسك؟ وإيه رأيك في الناس اللي بتكذب اللي بيحاول يكشف الغلط؟ اكتب رأيك، ولو عايز الجزء التاني قول كمل. ادعموا القناة